بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الاول الاعدادي يا سنه اولى. النهارده هنحل امتحان محافظه الدقهليه، رقم الامتحان 8 من كتاب الامتحان صفحه 36. لو في اي محافظه عايز حلها محتاج مني اي حاجه اكتب لي تحت في التعليقات او كلمني على الواتس، انا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. وهنا عايز يعرف الارقام في سؤال الخريطة، يعني بيقول لك رقم 1 عايز جبال الأنديز. جبال الأنديز فين؟ هنا جبال الأنديز غلط، هنا جبال الأنديز لا، دي الأنديز لا، دي جبال الأنديز، يبقى اكتب رقم 3. عايز المحيط الأطلنطي، ده المحيط الأطلنطي لا، ده الأطلنطي. رقم 4 هو ده المحيط الأطلنطي. عايز بحر قزوين، هنا بحر قزوين لا، رقم 2 الإجابة صحيحة، ده هو بحر قزوين. عايز قارة استراليا، دي قارة استراليا اللي هي رقم 1. طيب ضع علامة صح أو غلط مع التصويب، لازم أصوب. يتفق محور الأرض مع الخط العمودي للأرض، غلط لأن محور الأرض مائل أهو، دي الكرة الأرضية. عايز الخط العمودي للأرض، ادي الخط العمودي للأرض. فين محور الأرض؟ محور الأرض أهو، لأنه مايل بزاوية مقدارها 23.5 درجة. يبقى هل هما بيتفقوا مع بعض؟ يبقى غلط، لا يتفق. تزيد خطوط الطول عن دوائر العرض، صح. مساحة الماء أكبر في نصف الكرة الأرضي الغربي عن النصف الشرقي، صح. انت واخد معلومة في الكتاب إن اليابس في النصف الكرة الشرقي أكبر منه في نصف الكرة الغربي. يبقى المية موجودة فين أكتر؟ موجودة في النصف الكرة الغربي، يبقى صح. ترتبط الأقمار بالكواكب بفعل الجاذبية، صح. ما هو الأثر الناتج عن كل المين؟ يعني ما النتائج؟ صوران البراكين في الأرض، مهمة، سؤال امتحانات. صوران البركان. أقول كده يا ولاد، تبرد وتتجمد المواد المنصهرة الخارجة من فوهة البراكين فينشأ عنها جبال مخروطية مثل جبل كينيا، تلال بركانية مثل تل أبو زعبل بمصر، هضاب بركانية مثل هضبتي اليمن وأثيوبيا، جزر بركانية مثل جزر هاواي. اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض من منطقة إلى أخرى أدى إلى أدى إلى اختلاف درجات الحرارة، وبالتالي تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات والكائنات الحية، وبالتالي تنوع البيئات. نكتب الإجابة دي. احتكاك الأجسام الفضائية بالغلاف الجوي للأرض، إيه النتائج؟ نكتب كده يا سنة أولى، نكتب كده النيازك جسم فضائي، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق جزئيا، وما يتبقى منها يسقط على سطح الأرض. الشهب أجسام فضائية، عند احتكاكها بالغلاف الجوي للأرض ترتفع درجة حرارتها وتحترق كليا، مكونا سهاما ضوئيا نراها تجري في السماء. دي النتائج. ما العلاقة بين الأجسام الساقطة على سطح الأرض والحركة الأرض اليومية؟ طبعا العلاقة على طول من نتائج الدورة اليومية للأرض انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمود. طب السؤال الثاني، سؤال ما العلاقة؟ إيه العلاقة بين التعرية النهرية وخصوبة التربة؟ طبعا التعرية النهرية دي بتعمل السهول الفيضية، السهول الفيضية دي تربطها خصبة. نتج عن التعرية النهرية العديد من الأشكال التضاريسية مثل السهول الفيضية ودلتاوات الأنهار ذات التربة الخصبة. طيب السؤال اللي بعد كده في ما العلاقة؟ كوكب الأرض وكوكب الزهرة، إيه العلاقة؟ إن هما لأن كوكب أهو يتقارب كوكب الزهرة مع كوكب الأرض في القطر والكتلة والحجم، لذلك يسمى، دي اللي أنا كنت عايزة أقولها بقى، كوكب الزهرة بتوأم الأرض. دي الإجابة. طيب أكمل. الأرض مفلطحة عند القطبين. الأستاذ الكبير أستاذنا عماد خليل، حمدي عماد خليل، كان معلمنا حاجة، كان يقول اللي فيها طه مع اللي فيها طه، يبقى القطبين مع مفلطحة اللي فيها طه، يبقى مفلطحة فيها طه عند الاستواء ولا عند القطبين؟ تقول لي لا، عند القطبين، لأن دي فيها طه مع اللي فيها طه.
يحدث الشتاء الجنوبي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان. قبل ما تكتب الإجابة يفضل إن أنت ترسم الرسمة اللي هي إيه يا سنة أولى. هنرسم الرسمة هنا. دي الكرة الأرضية وده خط الاستواء. فوق هنلاقي مدار السرطان، تحت هنلاقي مدار الجدي. تمام. بيقول لك يحدث الشتاء الجنوبي، يعني الشتاء فين؟ في الشمال ولا في الجنوب؟ في الجنوب اهو، يبقى هنا الشتاء. تمام، هنا الشتاء والصيف فوق. يحدث الشتاء الجنوبي عندما تتعامد الشمس على، يبقى الشمس هتكون موجودة فين؟ فوق ولا تحت؟ تحت شتاء، مش هيبقى فيه شمس هنا، لكن هتكون موجودة ايه؟ فوق. يبقى معظم أشعة الشمس هتكون موجودة فوق هنا في نصف الكرة الشمالي عشان هنا صيف. طب في الشمال في مدار السرطان ولا في مدار الجاد؟ تقول لي لا، في مدار السرطان. يبقى هنا اخترنا ايه؟ مدار السرطان. تكونت تلال أبو زعبل بسبب البراكين. هي القارة الوحيدة التي يمر بها المدارين الرئيسيين. طبعا هو يقصد المدارين الرئيسيين هتبقى أفريقيا، بس أفريقيا كمان خدوا بالكم هي بيمر فيها الثلاث دوائر عرض الرئيسية، بيمر فيها في النص خط الاستواء وفوق مدار السرطان وتحت مدار الجد. فهو عايز قارة يمر بها مدارين رئيسيين أفريقيا. يعني هو لخبطك، بدل ما يقول لك ثلاث دوائر عرض رئيسية قال لك مدارين. هما ايه المدارين؟ اللي هو مدار السرطان ومدار ايه؟ الجدي. ايه بقى القارة الوحيدة اللي بيمر فيها المدارين؟ مدار الجدي ومدار السرطان. افريقيا. دلل. تساهم الرياح في تشكيل سطح الارض. ازاي؟ حيث يترتب على التعرية الهوائية العديد من الظواهر التضاريسية مثل الكثبان الرملية والمنخفضات. توزيع اليابس والماء على سطح الأرض غير متعادل. دلل، اثبت لي. الإجابة يا سنة أولى في سطرين 2. 1 نكتب إن معظم اليابس يقع في نصف الكرة الأرضي الشمالي ومعظم الماء يقع في نصف الكرة الأرضي الجنوبي. ده 1. 2 نكتب السطر ده: مساحة اليابس في نصف الكرة الأرضي الشرقي أكبر منه في نصف الكرة الأرضي الغربي. يبقى احنا هنكتب السطر ده والسطر ده. ده إجابة السؤال: توزيع اليابس والماء غير متعادل في نصفي الكرة الأرض. تختلف ألوان النجوم في السماء. دلل. النجوم الأشد حرارة لونها أزرق والأقل حرارة لونها أحمر. ماذا يحدث إذا لم يقم الفرس بغزو مصر؟ 1 لم تسقط الأسرة 26 لأن الفرس أسقطوا الأسرة 26. 2 لم يسقط عصر النهضة أو لم ينهار عصر النهضة في مصر. هيبقى أكتب لم ولم. لم يعتقد المصري القديم في البحث والخلود. لو ما كانش بيعتقد في البحث والخلود كان هيعمل ايه؟ أول حاجة لم يقوم ببناء الأهرامات. رقم 2 لم يقوموا بتحنيط جثث موتاهم. لم يبنوا الأهرامات من الحجارة، هم بنوها من الحجارة علشان تفضل خالدة. نكتب الإجابة دي. لم يعرف المصري القديم نبات البردي. نكتب هو صنع ايه المصري القديم من نبات البردي واكتب قبلها كلمة لم. لم يتم صناعة. لم يتم صناعة الورق والسلاح والحبال والقوارب من نبات البردي. اختر أشهر حكام الدولة الوسطى. حكام الدولة الوسطى بالنشاط الاقتصادي. سميناها بالرخاء الاقتصادي. أقام المصري القديم المقابر لدفن الموتى في العصر الحجري الحديث. قام ابن محات الأول بنقل العاصمة من طيبة إلى أستاو. حافظينها. مارس المصريون القدماء شعائرهم بحرية تامة في عهد منقورة. ما النتائج التي ترتبت على عقد الملك رمسيس الثاني معاهدة سلام مع الحيثيين؟ 1 ترتب على ذلك وقف الحرب بين الطرفين.
إعادة العلاقات الودية بين البلدين، مساعدة كل طرف للآخر في حالة تعرضه للهجوم من دولة أخرى. في طلبة بيكتبوا واحد واثنين وثلاثة ويسكتوا، لا، لازم تكتب السطر ده، مهم جدا. وبذلك تفرغ رمسيس الثاني للأعمال العمرانية الداخلية. يبقى السطر ده مهم ولازم تكتبه يا سنة أولى. ما النتائج؟ ازدياد نفوذ كهنة رع في أواخر الأسرة الرابعة. لما ازداد نفوذهم على طول واحد أدى إلى سقوط الأسرة الرابعة. تولى كبيرهم أوسر كاف الحكم وأسس الأسرة الخامسة. طيب بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على فتح عمرو بن العاص لمصر؟ النتائج 1 و2. 1 أصبحت مصر ولاية إسلامية. 2 خلص مصر من ظلم الرومان. نكتب 1 و2. 4 إلى من تنسب الأعمال الآتية، يعني من هو اللي قام بالفعل ده؟ 1 أقام معبد البرانت الضخم ابن محتي الثالث. نركز، أتم بهو الأعمدة بمعبد الكرنك رمسيس الثاني. رئيسة محكمة الموتى عند المصريين القدماء أوزوريس. رقم 4 أول من غير في أسلوب العمارة في مصر، عمارة المقابر الملكية، زوسر. مهمة بما تفسر رحب الفراعنة بفكرة تعدد الآلهة. احفظ السؤال ده، هو صم زي اسمك. حتى لا تترك السلطة الدينية في يد كهنة إله واحد يمكن أن ينافسوهم في الثراء والسلطان. احفظها صم وافهمها. كان غزو الهكسوس لمصر نعمة ونقمة معا. ليه؟ نعمة لأن المصريين عرفوا الأسلحة الحديثة مثل العجلات الحربية، يبقى هم عرفوا منهم الأسلحة الحديثة اللي هي العجلات الحربية. نقمة لأنهم قولوا بقى الهكسوس عملوا نهبوا الممتلكات، خربوا المعابد، وفرضوا الضرائب. طيب زيادة النشاط التجاري في عصر الدولة الوسطى. ليه؟ النشاط التجاري ازداد في عهد الدولة الوسطى بسبب حفر قناة سيزوستريت التي أدت إلى زيادة الصلات التجارية مع فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط مثل كريت وقبرص وبلاد بنط الصومال حاليا. نكتب السؤال والإجابة. دلل كان الملك تحتمس الثالث رجل سياسي بارع. إجابة سؤال دلل كان الملك تحتمس الثالث رجل سياسي بارع، اللي هي إجابته هتقول هو عمل إيه في مجال الإدارة. ده يدل إن هو رجل سياسي بارع. مالكش دعوة بالمجال العسكري، هو عايز في مجال السياسي. تقول 1 إحضار أبناء الأقاليم الآسيوية وذلك ليعلمهم في مصر حتى يشبوا على الولاء والانتماء لمصر. توطيد علاقاته بملوك وحكام البلاد المجاورة. كسب ود الأمراء الآسيويين مما ساعد على تماسك إمبراطوريته ونشر الثقافة المصرية في بلاده. طيب كان للمرأة دورها في تحرير مصر من الهكسوس. دلل. طبعا نكتب إن كان للملكة إياه حطب دورا بارزا في حرب التحرير، حيث شجعت ابنها أحمس على تحرير البلاد من الهكسوس بعد استشهاد زوجها سكن الرع وابنها كاموس. هنكتب رأس السؤال والإجابة الاتنين مع بعض. يعد عصر نخاو استكمالا لعهد بسماتيك الأول. دلل، يعني هتكتب أعمال نخاو. وادي أعمال نخاو يا سنة أولى. نكتب 1 حيث أعاد حفر قناة سيزوستريت. 2 أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول أفريقيا استغرقت 3 سنوات. يبقى وممكن تكتب أكمل نخاو مسيرة التقدم في البلاد. نكتب كل ده. يا رب يا سنة أولى أكون قدرت أساعدك ولو 1%. لو محتاج مني أي حاجة اكتب لي في التعليقات أو كلمني على الواتس وما تترددش لحظة. وربنا معاكم يا سنة أولى. كانت معاكم مسمر الصاوي للدراسات.